السلام عليكم. في هذا الفيديو حابة أقارن بين اثنين من الفاونديشنات المطفية المتشابهين. أول واحد فيهم فاونديشن استي لودر دبل وير الغني عن التعريف. الدرجة اللي أستخدمها بالعادة ما لقيتها فأخذت سامبل من هذا اللون. والفاونديشن الثاني من تو فيست. بالنسبة للدرجات واسم الفاونديشن وأسعارهم راح أكتبهم تحت الفيديو. طبعا الفاونديشن المطفي بسرعة لازم تدمجينه لأنه من ينشف يصير صعب الدمج وما بيعطيك نتيجة حلوة. الاثنين فيهم ريحة فاونديشن أو ريحة صبغ، لكن استي لودر ريحته قوية. هذا الفاونديشن حسيته ستيكي شوي، أصعب في الدمج. حبيت اللون وايد وألوانهم تعيبني بشكل عام. هم بينهم تشابه كبير، يعني لو انتي حاطة نفس اللون بالضبط في الجهتين يمكن ما تميزين. انا بحاول قد ما اقدر اسوي اختبارات عشان اطلع الفرق بينهم. حطيت كونسيلر على الخفيف، حاطة مرطب قبل ساعة، وما بثبت الا بشوية بودرة عشان ما اثر على نتيجة ثبات الفاونديشن. وحابة اذكركم ان بشرتي مختلطة، مايلة الى الدهنية بس مو بوايد اويلي. الساعة 4:30، بخليه كمان ساعة. هني الفاونديشن فيه إضاءة بيضة. فاونديشن المطفي قلت لكم يعطي إفكت الفلتر. وهني بالفلاش ما في وايت كاست، بس حبيت جهة استي لودر أكثر. هني اختبار الترانسفير، نفس ما تشوفون تقريبا ما طلع شيء. وهني الجهة الثانية طبع شوي على التشو. وهذا اختبار ثاني، اختبار الماي، بس ما أعرف مدى صحة هذا الشيء لأن الفاونديشن ما يذوب بسهولة بالماي. بحط لكم صورة واضحة للتشو بعد ما نشف، تقدرون تشوفون ان استي لودر ما طلع منه اي شيء. الساعة 7 وكنت طالعة في الشمس والحر والرطوبة، فاذا دهن شوي شيء طبيعي بالنسبة لنوع بشرتي. الحين بشوف اذا الفاونديشن سمج بروف ولا لا. هذه جهة استي لودر تقريبا ما طلع شيء. هني الجهة الثانية حسيت انه ستيكي شوية، تقدرون تشوفون انه طلع شوي على التشو. وهني هسه اتشيك اذا خطط ولا لا. جهة استي لودر ما زالت سموث أكثر من الجهة الثانية. أبراويكم كيف الفاونديشن إذا أنا ثبته عدل وكان مطفي بالكامل، وأنا كملت فيه أكثر من 4 ساعات. وإذا كان بيخطط أو مثلا بيتأكسد أو بيدهن أو بتخف التغطية، كان صار هذا كله في خلال ساعة ساعتين، خاصة أني كنت طالعة في الشمس نفس ما قلت لكم. وهني سأشوف أي واحد أسهل في الإزالة من الثاني. طبعا تو فيس طلع أسهل، ولاحظوا الألوان نفس ما هي، ما تغيرت ما تأكسدت. اللي جربت أي من الفاونديشنين تخبرني تجربتها تحت في الكومنتات. ولا تنسون تسوون لي فولو ولايك أو سيف عشان تشوفون الفيديو عقب، أو شير مع حد ممكن يستفيد من الفيديو.